يمرق منك المني، يمرق منك المني. كيفاش تميت تخرص امرأة يعملها زوجتك ومتابع تفكر وتتلذذ يعني خرج منك المني وفترة طرحنا مارته البارح خرج منك المني ذاك الملاك وني يخرج منك معناها انك اقصر عنك ذا الماء والبسك العاد مس طهه به اللي منسس وفي خلاف بين العلماء وقيم ماشي واستحم هذا هو انزال معناها نزل منك خرج منك المني. شفتوا الشرط الثالث. السبب الرابع وهو يعود ما يخرج منك شيء غير ادخلت فرجك في فرج. الراجل كان يتخلط مع زوجته دخل فرجه في فرجها يعملوا من حين وتوقف قاع ويعملوا ما هو متلذذ ذاك الوقت ويعملوا ما يخرج منه سبه مجرد يدخل الفرج في الفرج يعملوا دابه يعملوا معدلهم على عنه حتى دابه مجرد يدخل الفرج في الفرج ولو دابه وجب عليه الصحو. لا مجرد يدخل الفرج في الفرج يعملوا ما تلذذ ويعملوا ما يخرج منه سبه ويعملوا ما لاش عدلوا ذا بالعشره وخالطه مات إن قال له وجب عليك الصحوم. هذا هو اللي قريش من عاشره بيت جزاه الله بالنعيم خيرا جزاه الله خيرا وبنعيمه وسائر علمائنا وموتانا. قال موجبه معناها أسباب الصحوم 4 الحيض والنفاس والإنزال معناها يخرج منك المني. والله مغيب كمرة بفرج استجال معناها والله غيبت فرجك في فرج ولو دابة. استجال معناها مطلقا أسوى فرج إنسان وأسوى حيوان لا فرق فكل من ادخل فرجه في فرج ولو دابة وجب عليه الصحوم. هذا فهمتوه يا عباد الله والله ما ادخلكم الله المستعان. هذا هو القال ابن عاشر في فرج السيال مغيب كمرة. الكمرة قال الراس الفرج راس فرج رجال لكن قال له الكمرة معناها رأس الذكري فإذا أدخله في فرج ولو دابة وجب عليه الصحوم. لا يقول أنا ما أخرج من شيء قال له مالك مسوي. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها 4 ثم أشهدها فقد وجب الغسل. وفي الحديث الآخر إذا التقى الختانان وجب الغسل. معناها إن يتقابل الفرج مع الفرج ويدخل الفرج للفرج فقد وجب الغسل ويعمل ما يخرج منه صبه. واضح. واختلف العلماء من دركان يقدم الحديث على حديث إنما الماء من الماء وكلاهما حديث صحيح. إنما الماء من الماء كان في بداية الإسلام كان حد ينين يتخلط مع زوجته لا يخرج منه المني ادخل فرجه في الفرج غير ما يخرج منه ما يستحق. وهي الوارد فيها الحديث إنما الماء من الماء معناها يوجب عليك استعمال الماء لا يخرج منك انت الماء. يا غير قالوا على ذاك الحديث انه نسخ ما ترى على صورته انه وجب الصحوم بمجرد يدخال الفرج للفرج ولا لم يخرج شيء. وقالوا الحديث الصمع معناها قاع انه قد ما هو منسوخ انك الماء من الماء بالنسبه لحد يحلم. انا قاهر كده قد وحلم بانه متخلط مع زوجته والله مع روايه وخرج منه ما هذا هو مبلول قد الباس وهو لا يحلم تو واجب عليه يستحم. هذا إن قالوا الاحتلال هذا إن قالوا إنزال معناها خرج منك المني وتحققت أنه مني يعملك في الرقاب يعملك في الوعيان واجب عليك الصحوم. هذا فهمتوه يا عباد الله والله ما فهمتوه. إذن يخرج منك المني يعملك راقد والله واعي 3 سنين يخرج منك المني وجب عليك الصحوم أسوى راقد تحلمت وأسوى واعي ونين تصلي ما استحمت وانت قادر على الموجابر ولا صلاة لك. هذا واضح. ايوه الاولاني منع بقى الى غسل كانه سول قال له احنا عرفنا ان هذا يوجب الصحوم. قال من درى لقى فرق لا قاع عاد عليه الحيض امر عليها الحيض والنفاس من درى جايز لها شبايح لا تعدل من الطاعه عرفنا انها ما تصلي من درى جايز لها من الطاعه. قال فالاولاني منع الوطأ الى غسل والاخران قرانا جلا. انا قال ان انا مالي قلت لكم 4 2 منهم اللي عليات اللي هي الحيض والنفاس. قال ذاك الصب بالنسبه له اللي هم العليات عندهم حكم خاص بهم يمنع لهم الوطأ معناها حرام على الامرأة جاها زوجها وهي ما فيها طهرة حرام عليه لا تريهم معاها الزواج. يقولوا لا أنا لا أحل لك أنا علي الحيض ماني غارتك وحرام عليه هو منعني هم معاها الزوجية ولا همته حرام عليها تعطيه فرصة وحرام عليها تقبلها ولو تخرج من منزله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأن هذا ما هو حقه. اطيعوا الليلة عاد عاطيها الله لذن وإلا ما ذاك قالوا لا وحرام عليها تدلس وتغش لأن توقعوا في الحرام ما هو عالم. هي تقول ما يطهر تقول أنا ما أطهر والله طهرت يا غير ما تستحمت إذا ما يقدر يقربها. فالأولان منع الوطأ إلى غسل معناها الأول من الشروط 2
هو الحيض والنفاس، وذوك يمنعوا على الراجل يقرب المرأة ويمنعوا عليها هي تسمح له بيقربها. واضح؟ ولا خراني معناها والشرطين التاليين اللي هما الإنزال ومغيب الكمرة، حد دخل فرجه بالفرج والله خرج منه مني